اخطاء اوعي تقعي فيها في الخطوبة. اول حاجة يا بنات، الخطوبة في حاجات لو انت ما خدتيش بالك منها وعملتيها، صدقيني بعد كده الشخص اللي هيبقى معاكي هيبقى رافض ان هو يكمل معاكي، وهيبقى السبب انتي، وممكن تكون انتي مش قصدك ان انتي توصليه ان هو مش عايز يكمل معاكي، بس بتحصل. فهقولك ايه بقى الاخطاء اللي انتي مهما حصل ما تقعيش فيها. اول حاجة واللي هي التدخل الزيادة. التدخل الزيادة في اهله. التدخل الزيادة فيه هو بياخد مرتب كام، هو بيصرف ايه، هو اهله بيعملوا ايه، هو راح فين، هو جه منين، هم اهله اتخانقوا ليه، هو اخوه واخته اتخانقوا ليه. انت كل ده انت مالكيش دعوه. مالكيش دعوه كل شويه تسالي هو امك وابوك اتخانقوا ليه، اصل اختك قالت لي ان هي متخانقه مع اخوك، طب هما اتخانقوا ليه؟ لا، دي حاجات انت مالكيش ان انت تعرفيها. يعني الافضل ان انت ما تساليش حاجه، هو جه حكالك اهلا وسهلا، هو ما حكالكيش يبقى ما تساليش. تاني حاجه وهي فرض الراي، ان انت تفرضي رايك على حاجات انت مالكيش دعوه بيها. يعني مثلا لو اخته جاي لها عريس، انا بديكي مثال، لو اخته جاي لها عريس وانت بقى ايه قلتي رايك وفرضتيه واللي هو لازم تقتنعوا بيه، لا انت مالكيش دعوه. في حاجات ما ينفعش ان انت تفرضي رايك فيها، وفي حاجات ما ينفعش اصلا ان انت تقولي رايك غير اللي قدامك هو اللي يقولك. يعني مثلا لو انا طلبت منك انك تقولي رايك تقوليه، لكن لو حد ما طلبش منك الحاجه دي يبقى انت الافضل ان انت ما تقوليش رايك او تفرضي رايك على اي حد. الحاجه بقى اللي وراها وهي محاوله ان انت تغيريه. ليه بقى؟ اصل انا عايزاك ان انت تلبس كذا، اصل انا عايزاك ان انت تروح كذا، اصل لا انا عايزاك بقى تغير التليفون بتاعك ده، اللي انت بتحاولي تغيريه على حاجه ترضي بيها نفسك. لا، لو هو شخصيته حلوه، لو هو مثلا شخصيته مقبوله، فملكش حق ان انت تغيريه. الحاجه بقى اللي وراها وهي محاوله امتلاكه، اللي انت عايزه تبقي مسيطره، انت عايزه كل حاجه تبقى امرك انت، وكل حاجه ياخد رايك فيها، وكل حاجه انت اللي تقولي اه وانت اللي تقولي لا. عايزه تبقي انت ايه المسيطره في كل حاجه، اللي هو تكلم امك ولا لا، تكلم اختك ولا لا، تيجي فين، تروح منين، تجيب ايه، ما تجيبش ايه، قبل ما يعمل اي حاجه ياخد رايك فيها. طبعا ده لازم ان هو ياخد رايك، بس بقى في بنات تقولك لا انا اللي بقى مسيطره، انا اللي اقول فين وامتى ونروح وما نجيش، ويكلم وما يكلمش، انا اللي ابقى مسيطره. لا، مش حاجه حلوه على فكره. الراجل لما يبقى هو المسيطر بيبقى بصي حاجه حلوه قوي، بتحسي كده ان انتي بنوته كده، فاهمه؟ فلا، لازم الراجل يكون هو المسيطر. بتبقى بايخه قوي لو تبقى البنت هي اللي مسيطره، بتبقى حاجه مش حلوه. فين السيطره، فين الغيره، فين القلق؟ فالراجل لما يبقى هو المسيطر بتبقى احسن.